النتيجة دائما في موضوع الفيدرالية حينما تكون الدولة موحدة وتؤسس الفيدرالية أن يعني ذلك مزيد من الشتات ومزيد من الفرقة ومزيد من التمزيق والتقسيم. أنا أحذر من هذا المقام، وطبعا تحذير الإنسان الضعيف الذي يقف أمام البشير وفي قلبه كل هذا الخوف والرعب. أقول هذا لأن جدي هو القائل: ما في جوف ما في وخوف. هذا الأمير أبو قرية قال ما في جوف ما في وخوف، لكن الراجل البثبت ساعة الحارة. على حال أقول هذا القول ولي رجاء مخلص جدا أنكم أخذتم السلطة بالقوة. هذه حقيقة لا تستطيعوا أن تنكروها بأي حال من الأحوال، ونعم أخذتوها بالقوة، هذا بلا شك، ولصالح من؟ لصالح فئة في تقديري من الجيش، ليس لكل الجيش، بدليل المجموعة الكبيرة التي تخلصتم عنها. ثم في تقديري لصالح فئة أخرى صغيرة من المجتمع السوداني، حزب سياسي في تقديري هو كان إخوان المسلمين، ثم أصبح الميثاق، ثم أصبح الجبهة، ثم في أيام نميري أصبح بلا اسم، ثم في تقديري الآن سوف يكون نسميه الإنقاذ الإسلامي مثلا. أنا أعرف الأخ عمر أنكر هذا الشيء مرارا، لكن النظرية التي قال بها الإمام حسن الترابي، إذا شاء لنا أو سمحتم لنا تسميته بهذه الصورة، أن يكون هنالك يعني تقلب وارتقاء بالحزب، لا يكون جامدا، يكون ديناميكيا، ويحقق بالتالي ما قد توصلت إليه المجموعة العسكرية الحاكمة الآن في السودان. إذا كان هذا الأمر أعتقد هذا يخالف كل ما قد تعودنا عليه في السودان، كل ما عرفناه في السودان، وأخشى غاية ما أخشى أن يؤدي هذا إلى انفراط العقد ويؤدي إلى مآسي جمة وأنتم المسؤولون عنها، ولا قدر الله أن يحدث ذلك. شكرا جزيلا. شكرا.